السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض القشطه او المارشميلو اللي هي بتكون في حلاوه المولد. شايفين المطه بتاعتها حلوه ازاي؟ والله هتبقى كمان احلى من الجاهزه. دلوقتي معانا على النار كوبايتين سكر، عليهم نص كوبايه ميه، وكمان حط دلوقتي ذره ملح ليمون، وهنسيب وكوبايه عسل جلوكوز. دول 4 معالق جيلاتينا، حط عليهم نص كوبايه ميه ودوبتهم كويس قوي. دلوقتي ادي ذره الملح الليمون اللي انا حطها على كوبايتين السكر ونص كوبايه الميه، وكمان معلقه صغيره فانيليا سايله، او لو حابه بودره زي ما انت عايزه. دلوقتي هاخد عود السكر بعد ما غلي وطلع فقاقيع كده، بحطه في شويه من الميه الساقعه علشان اخد العود بتاع السكر. فهلمه كده من الميه. دلوقتي هلاقيه هو عامل لي كوره بس لسه ملزقه. انا العود اللي انا محتاجه اوصل له علشان المارشميلو لازم تكون كوره لينه. دلوقتي وصلنا لها. حطيت ال4 معالق جيلاتين ونص كوبايه الميه في العجان، وهشغل عليهم على اعلى سرعه. هضربهم شويه وهبتدي احط السكر اللي احنا وصلناه للكره اللينه. هفضل اضربه لغايه ما يوصل للقوام ده. لازم القوام يبقى ماسك في بعضه كده من المضرب للعجان. الصينيه دي انا حاطه عندي فيها دهناها، حاطه كيس ودهناه زيت، وحطيته زي ما انتم شايفين زبيب وجوز هند، او لو حابه فروته مسكره حطيها. هتحطي القشطه ومن فوق كمان هتحطي جوز هند، ولو برضو عندك زبيب او فروته مسكره هتحطيها تاني من فوق. بسيبها حوالي 6 ساعات او 3 ساعات في التلاجة، وهبتدي ادهن السكينه بتاعتي زيت واقطعها زي ما انتم شايفين. هيكون عندي طبق فيه جوز هند، هغلف كل المناطق اللي اتقطعت علشان ما تلزقش في بعضها، واحطها بقى في علبه في التلاجة، او هغلف كل قطعه بكيس. وزي ما انتم شايفين المقدار اللي انا وريته لكم ده عمل لي كيلو من القشطه. جميله جدا وتحفه وارخص من